تخيل كده واحد قاعد بيعيط وبيقول يا رب ارزقني، والتاني جنبه بيقول بلغة تانية خالص جود بليز، والتالت بيقول هيلب مي، والرابع بيدعي وهو ساكت قلبه هو اللي بيتكلم. ده بيطلب شغل، وده عايز يتجوز، وده نفسه ربنا يرزقه بطفل، وده تعبان وبيقول يا رب اشفيني، وده شايل هم الدنيا وبيقول يا رب فرجها عني يا رب. ومع كل ده مفيش صوت بيتوه، ولا دعوة بتضيع، ولا لغة بتتلخبط على ربنا أبدا. اللي بيدعي بالهندية، واللي بيتوسل بالإنجليزية، واللي بيعيط بالعربي، كلهم ربنا سمعهم. ربنا مش زينا، احنا ممكن صوتين بيتكلموا معانا في نفس الوقت تتلخبط، لكن هو سبحانه بيسمع الكل وبيعرف اللي في القلوب قبل ما ينطق بالكلام. ربنا سمعك مهما كانت لغتك أو حالك، مهما كانت لهجتك، لغتك، حالتك. ما تبطلش دعاء الآن، لأن اللي بتكلمه كريم وأكرم من إنه يردك مكسور. وصدقني ساعات اللي بيكون كل اللي بينك وبين الفرج دعوة من القلب، فما تبطلش تدعي الآن. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا